انتهاء مباراة بيراميدز والنادي الأهلي بفوز بيراميدز على النادي الأهلي 2-0. حذرنا إدارة النادي الأهلي كتير إن المدير الفني ده لا يليق بإدارة النادي الأهلي. مش معنى إن الإدارة خدت قرار بتعيين المدير الفني وأنت مش عايز تبين إن القرار ده غلط، وأنت شايف الأداء الفني للنادي الأهلي بالسوء ده، لازم تاخد قرار شجاع. حتى لو هتعترف بالقرار ده ان انت غلطان بتعيين المدير الفني، ولكن التمادي في الخطأ هو ده الاصعب، وهو ده اللي ممكن يوصل النادي الاهلي السنه دي ان هو ما يحصلش على اي بطوله. النادي الاهلي اداؤه ناقوس خطر. لو لعب كده في كل البطولات، سواء بطوله افريقيا او الدوري العام او اي بطوله، هتلاقي النادي الاهلي بيتراجع ونتائجه بتتراجع عن اللي احنا فيه دلوقتي. وهل معقول ان النادي الاهلي في 4 ماتشات في الدوري العام يفوز في مباراه واحده ويخسر واحده ويتعادل اتنين؟ كلام طبعا غير مقبول عند جمهور النادي الاهلي. علشان كده كان فيه هجوم كبير من الجماهير النهارده، سواء على الاداره او على الجهاز الفني او على اللاعبين. انا مش بتفق مع الجمهور في الهجوم على اللاعبين، لان اللاعبين دول لو مسكهم مدير فني محترم هتلاقي اداء فني مختلف تماما. هتلاقي اللعيبه دي بتلعب باداء عالي وفي منافسه وفي روح ما بينهم. المدير الفني واضح ان هو مش موقفهم على رجليهم، واضح ان هو مديهم احمال تدريبيه عاليه. مش معقوله ان يبقى عندي 5 اصابات عضليه، سواء بقى ضمه خلفيه، في 4 جولات في الدوري. مش معقوله ياسر ابراهيم يتصاب في اول مباراه، وبعد كده ياسين مرعي، وبعد كده وعندك طبعا شكري، وعندك دلوقتي اشرف داري، يعني مش ممكن كميه محمد علي بن رمضان لاعب باختبارات برضه طبيه، لان كانت العضله عنده مجهده. اذا المدير الفني ده بيدرب غلط، المدير الفني ده بيدي احمال غلط، ما بيدربش بشكل علمي. ده غير بقى، سيبك بقى من ناحيه كمان يعني الاحمال والكلام ده، نتكلم بقى في الناحيه الفنيه. انا ما شفتش كوره واحده اتلعبت من ساعه ما جه الراجل ده تحس ان ده اداء مدرب. كلها مجهودات فرديه من لعيبه بمهارات فقط، لكن مش شايف اي جمل، مش شايف اي خطط بيوصل بيها المدير الفني من الجون بتاع النادي الاهلي لمرمى الفريق الخصم. اذا المدير الفني ده مش عامل اي شكل فني للنادي الاهلي، وضيع شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بتيجي الدقيقه 45، سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني، دي طبعا اللي معروف ان النادي الاهلي في البلس 90، وفي اخر الماتش او في اخر الشوط بيبقى بيهاجم بقوه. تحس ان المدير الفني ده ولا كان اللعيبه ولا كان في حاجه، ولا كان اللعيبه خسرانه. النادي الاهلي في الشوط الثاني مش بيهاجم وهو خسران. اذا المدير الفني ده اضاع شخصيه النادي الاهلي. انا بحمل الاداره المسؤوليه الكامله لو فضلت في التمادي على اختيارها مع المدير الفني، وبنصح الاداره بتعيين او ان هم يرجعوا الكابتن محسن صالح تاني لمركزه في الجهاز او لجنه التخطيط. مع احترامي للكابتن مختار، انا شايف في تغيير كبير حصل من ايام ما الكابتن محسن صالح مشي وجه مكانه الكابتن مختار. الكابتن محسن صالح كان دايما بيتكلم، كان دايما بيتشاور مع الجهاز الفني، وكان بيقول اراءه، ما كانش عنده اي حسابات. كان بيوصل رايه للكابتن محمود الخطيب. وكابتن محسن صالح مدرب كبير وليه تاريخ كبير، وانا بيعجبني رؤيته الفنيه، وراجل محلل كمان دولي. فاذا النادي الاهلي اخطا برحيل الكابتن محسن صالح. فاتمنى من الاداره ان هي ترجع كابتن محسن صالح، حتى لو انت عايز تسيب الكابتن مختار، ولكن انا شايف ان في ضروره للجنه تخطيط يكون رئاستها الكابتن محسن صالح، لان شفنا التراجع من السنه اللي فاتت والسنه دي كمان. ده غير طبعا تغيير المدير الفني ده لا شك فيه. وقصه المدير الرياضي دي انا مش مقتنع بيها نهائي. يا اما المدير الرياضي، لو هتجيب مدير رياضي في النادي الاهلي، يا اما ليه صلاحيات المدير الرياضي، يا اما ما يجيش. لكن ما ينفعش اجيب مدير رياضي بصلاحيات مدير كوره، عشان ما اقولش ان ده مدير كوره للجهاز الفني فاسميه مدير رياضي. ما ينفعش ان انا اغير الكابتن محمد رمضان في قبل ما الموسم ينتهي واجيب الكابتن محمد يوسف مدير رياضي، كاني بغير يعني كاني بغير مدير الكوره او حد في اداري في الجهاز. الكلام ده ما بيحصلش طبعا.
في اي اداره، بالرغم ان اداره النادي الاهلي محترفه، ولكن تغيير المدير الرياضي الكتير، المدير الرياضي ده المفروض بيضع السياسه بتاعه الكوره في النادي. فما ينفعش ان انا اغير مدير رياضي كل 6 شهور. وما ينفعش ان انا دلوقتي لو مشيت الجهاز الفني امشي برضه محمد يوسف، لان دي ساعتها بقى انا ما اعرفش، يبقى تعيين المدير الرياضي ده ملوش اي معنى في الجهاز الفني. دي حاجه. تاني حاجه، انا مش حاسس ان في تدخل من الجهاز المعاون. كابتن عماد النحاس، طبعا الكابتن محمد يوسف كمدير رياضي ما يقدرش يتدخل في الطرق الفنيه او في الكلام مع المدير الفني على التشكيل، ولكن الكابتن عماد النحاس ممكن يتدخل، ممكن يقول رايه، ممكن يتكلم مع الكابتن حتى محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف ويقول لهم ان الراجل مثلا ما بيسمعش، انا بدي له النصايح وهو ما بيسمعش. ولكن انا شايف ان الراجل عازل عماد النحاس تماما عن اداره الفريق او توجيه اي نصايح في المباراه. النادي الاهلي خسر مباراه انا بشوف ان هي سهله جدا. بيراميدز ما كانش في، يعني انا شايف ان بيراميدز كان بعيد جدا. النادي الاهلي هو اللي ادى الصحوه دي لبيراميدز، والنادي الاهلي هو اللي يعتبر ادى الدفعه في الفتره اللي جايه لبيراميدز في الدوري العام. اتمنى ان اداره النادي الاهلي ما تصممش على الخطا وتراجع قرارها في ان هي تدي الفرصه الكامله لخوسيه بيرو. مدير الفني ضيع شخصيه النادي الاهلي. انا رايي ما بيعرفش يغير، ما بيعرفش يدير المباراه، ما بيعرفش يقرا المباراه، وتوظيفاته للعيبه رهيبه رهيبه. يعني كانه واحد هاوي ماسك النادي الاهلي، عمال يغير اللعيبه في الشوط الاول، عمال يغير المراكز، شويه يجيب زيزو شمال، شويه يجيب تريزيجيه يمين، شويه يجيب اشرف بن شرقي يمين. هو نفسه مش عارف امكانيات اللعيبه. اشرف بن شرقي يعني انت بتخلص عليه ناحيه اليمين، زيزو بتخلص عليه ناحيه الشمال، تريزيجيه برضه مصمم عليه ناحيه اليمين، يا اما يلعبه في نص الملعب. فاذا الراجل بيخلص على اللعيبه والاجنحه اللي عنده المفروض ان هي مصدر قوته، هو بيخلص عليهم بالتوظيفات الغلط. وانا كل شويه اجيب لعيب من ناحيه الشمال ناحيه اليمين، كل ده في شوط واحد؟ هل ده يجوز ان انا افضل اغير اللعيب مركزه كل مثلا 10 دقائق ربع ساعه؟ طبعا كلام غير منطقي وكلام غير مقبول انه يحصل في نادي كبير زي النادي الاهلي. فاتمنى من اداره النادي الاهلي انها تتدخل سريعا، خصوصا ان في اقاويل بتقول ان اخبار طبعا ان المدير الفني العقد بتاعه ما فيش شرط جزائي في اول 3 شهور، اذا ان انا ممكن امشي مدير الفني في الفتره الحاليه. اتمنى من الاداره الاستجابه لكل المحللين وكل الجماهير اللي بتطالب برحيل الجهاز الفني. هنغطي لكم ان شاء الله بقى الحلقه الجايه كل الاخبار وما وراء الكواليس واللي حصل بعد المباراه ما بين الاداره والجهاز الفني. استنونا في حلقه جديده في الكره معاك.